هذه أبرز العناوين. الجابون يكشف قائمته لمواجهة الأسود وسط تقرير إبعاده من التصفيات. نادي إسبانيول الإسباني يقرر التعاقد مع المهاجم المنتخب المغربي. أنس الزروري يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى لانس الفرنسي. بعد رحيل المزراوي، بايرن ميونخ يستدعي مغربي جديد لخلافته. في الوقت الذي تحدثت فيه بعض التقارير الإعلامية عن إمكانية استبعاد المنتخب الجابوني من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025 بسبب نزاع مالي، دفع المدرب الفرنسي باتريس نوفو إلى رفع شكايات ضد الاتحاد الجابوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. يستعد هذا الأخير للكشف عن لائحته للجولتين الأولى والثانية من التصفيات. وكشفت صحيفة جابون ميديا تايم نقلا عن مصدر من الاتحاد الجابوني أن المدرب تيري ميوما يستعد للكشف عن قائمة المنتخب يوم الاثنين المقبل لمواجهة المغرب وإفريقيا الوسطى الشهر المقبل عن تصفيات الكان. وكانت صحيفة جون أفريك قد أشارت إلى أن محامي المدرب نوفو راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة باستبعاد منتخب الجابون من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى الكان. وحسب الصحيفة نفسها، فالخطوة التي أقدم عليها المدرب السابق للفهود جاءت كردة فعل على عدم تنفيذ الاتحاد الجابوني لكرة القدم للحكم الصادر عن غرفة نزاعات الفيفا، والذي يقضي بتمكينه من 522 ألف يورو بعد فسخ عقده من طرف واحد. أفادت مصادر إعلامية أن نادي إسبانيول يسعى للتعاقد مع المغربي وليد شديرة لاعب نابولي الإيطالي. وحسب الصحفي في صحيفة ريليفو ماتيو موريتو، فإن إسبانيول يرغب في ضم شديرة إلى صفوفه على سبيل الإعارة من نادي نابولي الإيطالي، وذلك قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد المصدر ذاته أن وليد شديرة لن يكون جزءا من مشروع أنطونيو كونتي مدرب نابولي خلال الموسم الجديد، مبرزا أن اللاعب المغربي سيتجه لخوض تجربة في مكان آخر من أجل الحصول على دقائق للعب. يذكر أن البالغ من العمر 26 عاما يرتبط بعقد مع نابولي إلى غاية يونيو 2028، علما أنه عاد إلى صفوف هذا الأخير عقب انتهاء إعارته في 30 يونيو المنصرم إلى فريزونوني. اقترب المغربي الدولي أنس الزروري من الانتقال إلى صفوف نادي لانس الفرنسي قادما من برلين الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقا لصحيفة ليكيب، فإن أنس الزروري يتواجد حاليا في لانس، حيث يواصل اللاعب إتمام إجراءات الانتقال إلى النادي الفرنسي. ومن جهته، أكد الصحفي ساشا ترافولوري أن الزروري نجح في اجتياز المرحلة الثانية من الفحص الطبي بنجاح اليوم الخميس، مبرزا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال 24 ساعة القادمة. يذكر أن أنس الزروري خاض تجربة رفقة هال سيتي الإنجليزي قبل أن يعود إلى فريقه بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم المنصرم.
تعرض بايرن ميونخ لضربة مبكرة قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد في البوندسليغا بإصابة ظهيره الأيمن جوزيف ستانسيتش العائد من الإعارة بعد تألقه رفقة فريق باير ليفركوزن الموسم الماضي. وانضم ستانسيتش لقائمة إصابات الباير التي تضم الوافد الجديد هيروكي إيتو إضافة إلى ليرو ساني. ويعاني الظهير الكرواتي من إصابة قوية في الركبة، ويتوجب على بايرن ميونخ إيجاد الحلول نظرا لإمكانية غيابه لمدة قد تصل إلى شهرين. وحسب التقارير الألمانية فإن بيع مزراوي وإصابة ستانسيتش وضع بايرن في ورطة، لكن ربما يكون البديل مغربيا، ويهم الأمر آدم أزنو. ينظر إلى المغربي البالغ من العمر 18 عاما كواحد من أبرز المواهب الدفاعية التي أفرزتها أكاديمية البايرن مؤخرا. ووضع المدرب فينسنت كومباني ثقته في اللاعب بإشراكه في مباراة ودية ضد جراس هوبرز يوم الثلاثاء، حيث شارك في مركز الظهير الأيمن. وعلى مدار ساعة من اللعب قدم المغربي مستوى مميز، وأظهر أوراق اعتماده للمشاركة مع الفريق الأول في الموسم الجديد. وبهذا النجاح فقد فرض آدم أزنو مكانة له داخل تشكيلة العملاق البافاري مع المدرب، وحصوله على تقييم جيد في المباريات الودية التحضيرية، خاصة أمام توتنهام الإنجليزي وغراشوبر وزيورخ السويسري، حيث ساهم في المباراتين معا بتمريرتين مساعدتين سجل منها الإنجليزي هاري كين هدفين، بعدما خاض أزنو في ودية الفريق السويسري حوالي 70 دقيقة قبل استبداله. وكان بايرن ميونخ قد فرط في خدمات مواطنه نصير مزراوي المنتقل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كي يمنح الفرصة للاعب أزنو أساسيا، وينافس الكندي ألفونسو ديفيز على مكانه في التشكيل الرسمي.